السلام الله عليكم ورجعنا لكم بفيديو جديد وجمعتكم مباركة مؤخرا أحلى متابعين ومشتركين في هذه القناة. اليوم معنا موضوع مهم للشارع الرياضي والجمهور اليمني حول منتخبنا الوطني الأول، حول القائمة النهائية اللاعبين المحترفين. اليوم سنتحدث عن نقاط مهمة في هذا الفيديو. أريد منكم متابعة الفيديو للأخير لأننا سنتحدث عن أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتواجدون في قائمة المنتخب في مواجهة منتخب بوتان وأيضا منتخب جزر القمر. أيضا سنتحدث عن اللاعبين المتواجدين في المنتخب، لاعبين محليين، اختيارات المدرب الجزائري نور الدين ولدعلي. قبل أن ندخل في تفاصيل الفيديو، اللي مش مشترك في القناة يشرفنا باشتراك وأحلى لايك لهذا الفيديو. اليوم بعثة المنتخب غادرت إلى محافظة عدن استعدادا للسفر إلى القاهرة ومعسكر إعدادي خارجي قصير قبل الذهاب إلى دولة الكويت لاستضافة منتخب بوتان في الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا. طبعا أتحدث عن طاقم البعثة، هنالك 3 حراس مرمى بالإضافة إلى 4 لاعبين في القائمة المتواجدة حاليا، أي اللاعبين الذين سافروا مع بعثة المنتخب 7 لاعبين فقط سافروا، بالإضافة إلى 16 لاعب سيلتحق بهم إن شاء الله في الفترة القادمة ويلتقون هنالك في القاهرة استعدادا للمعسكر الإعدادي الخارجي. تحدث عن اللاعبين ال7 الذين غادروا مع منتخبنا الوطني، وهم 3 في حراسة المرمى: الحارس عبد الله السعدي، أسامة حيدر، أسامة مكرف. واعتذر الحارس محمد أمان من الالتحاق بالمنتخب بسبب ظروف واجهت هذا الحارس، وإن شاء الله أن يعود للمنتخب في الفترة القادمة. بالإضافة إلى 4 لاعبين، تحدث عن اللاعب محمد هاشم لاعب وسط، وعلي الدقين مدافع، وأسامة عنبر لاعب ارتكاز، ومحمد فوزي لاعب محور. وبالنسبة للاعبين الأهم وهم اللاعبين المحترفين في الدوري العراقي والعماني والبحريني، بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين في نادي تضامن حضرموت اليمني. طبعا أتحدث عن أسماء اللاعبين المحترفين في الدوري العراقي. تحدث عن اللاعب ناصر محمدوه نجم نادي زاخو العراقي، وأيضا عمر الداحي نادي ظفار العماني، وعبد الواسع المطري نادي سترة البحريني، وهارون الزبيدي أربيل العراقي، أنيس المعاري الغراف العراقي، حمزة الريمي القوة الجوية العراقي، وعبد المجيد صبارة ديالي العراقي، وعمر طلال نادي ظفار العماني، ونواف عبد الله البديع البحريني. بالإضافة إلى ذلك تحدث عن لاعبين متواجدين في قائمة نادي تضامن حضرموت المشارك في بطولة كأس الخليج للأندية. تحدث عن اللاعب نادر سهل، وعادل عباس قاسم، عمر جولان، ممدوح بن عجاج. بالإضافة إلى ذلك اللاعب عبد العزيز مصنوم متواجد في نادي العروبة السعودي، وأحمد الوجيه أيضا محترف في الدوري العراقي، وأيضا اللاعب رضوان الحبيشي المتواجد في نادي تضامن حضرموت اليمني. طبعا هذه القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الأول المكونة من 23 لاعبا سيشاركون في مباريتي بوتان وجزر القمر. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو متابعينا الأكارم، أكيد سنوافيكم بكل التفاصيل القادمة حول المنتخب وأيضا استعداداته هنالك في معسكر القاهرة. بالإضافة إلى ذلك آخر أخبار المنتخب عند وصوله إلى دولة الكويت استعدادا لمواجهة منتخب بوتان هنالك في الكويت. أترك لكم التعليقات، وأي استفسارات اكتبوها في التعليقات، وإن شاء الله سنرد عليكم في الساعات القادمة.